السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سكور هدف اول لصالح المريخ عن طريق ايدو موزيس. ينجح النيجيري في تسجيل الهدف الاول في هذه المباراة ويسجل ثاني اهدافه في الدوري الممتاز. ايدو موزيس النيجيري ينجح في تسجيل الهدف الاول بعد لعبة ثلاثية الابعاد ما بين السماني ما بين ايدو موزيس وإيريك كامبالي. نجح النيجيري في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة بتسديدة قوية بالقدم اليمنى صعبة على فواز جمال. هدف أول لمصلحة المريخ في مرمى أهلي مروي، وهو الهدف رقم 22 في مجمل لقاءات الفريقين بالنسبة للمريخ. إذن ايدو موزيس كما سجل في شباك أهلي شندي ينجح ويسجل الآن في شباك أهلي مروي، يدون أول أهداف هذه المباراة هنا في ملعب المدينة الرياضية في كريمة. المريخ يتقدم في النتيجة على أصحاب الأرض فريق الأهلي مروي بهدف عن طريق النيجيري ايدو موزيس. قسم الله يلعب كرة بامتياز كبير لمحمد سعيد كويلا لقسم الله، تسديدة رائعة والكرة أروع من محمد المصطفى، تسديدة فيرست تايم على طريقة رائعة جدا من المهاجم القناص قسم الله الحاج. كاد أن يباغت الحارس محمد المصطفى بكرة رائعة تحولت إلى ركلة ركنية. محاولة خطيرة وهي الأخطر لأهلي مروي بتسديدة مباشرة على الطائر، وكاد أن يسجل أهلي مروي التعادل. كرة ملعوبة وكويلا هدف رائع. كويلا محمد سعيد ينجح في التسجيل بكرة رائعة. هدف رائع، هدف التعادل وهدف على طريقة عالمية وبتسديدة رائعة من البديل. محمد سعيد كويلا خطف كرة مباشرة صعبة على محمد المصطفى، دور التعادل وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة لأصحاب الأرض والجمهور فريق الأهلي مروي. كرة رائعة في المرمى، هدف التعديل وفرحة الأنصار والجماهير هنا في المدينة الرياضية بتسديدة رائعة على الطائر من كويلا، يدور التعادل، يسجل التعادل لفريق الأهلي مروي، وهو سادس الأهداف بالنسبة لأهلي مروي في مجمل اللقاءات مع المريخ. كرة ملعوبة راسية، محاولة وسنرى بالتأكيد هدف التعادل الرائع اللي سجله فريق أهلي مروي بكرة جميلة جدا عن طريق كويلا استطاع معها الأهلي مروي. وهذا المدرب المجهود الكبير صراحة، فريق محترم يقدم أداء كبير في هذه المواجهة. فريق الأهلي مروي يسجل التعادل في شباك المريخ عن طريق الهداف محمد سعيد كويل. كرة ملعوبة تمر لخارج الملعب اللي ينجح